في رحلتنا للحرية المالية، احنا دلوقتي وصلنا لمحطة مهمة جدا، يمكن أهم محطة فيهم كلهم، الخطوة السادسة، الأمان المالي. واسمحوا لي أقول لكم دي مش مجرد خطوة عادية، لا، ده الأساس نفسه، الحيطة اللي بتحمي كل حاجة بنبنيها عشان ما تقعش فجأة. طب خلونا نبدأ سؤال ممكن يكون صادم شوية بس ضروري. تخيلوا كده لو فجأة مصدر الدخل الوحيد وقف خالص ولمدة شهرين كاملين، يا ترى إيه اللي ممكن يحصل؟ أو سيناريو تاني، تخيلوا لو حصل أي موقف طارئ، أي حاجة من اللي بتيجي فجأة ومحدش بيبقى عامل حسابها، لا قدر الله حادثة، مشكلة صحية، أي أزمة كده تطلع من تحت الأرض. الحقيقة المرة إن في الحالتين دول كل اللي أي حد فينا بيبنيه ممكن يقع في ثانية. كل التعب والمجهود والسنين، كل ده ممكن يروح في الهوا كأنه ما حصلش. وهنا بقى مربط الفرس. الحرية المالية الحقيقية مش معناها بس إن الواحد يبقى معاه فلوس كتير وخلاص، لأ. الحرية الحقيقية معناها إن الواحد يبقى حاسس بالأمان، إنه مستعد لأي مفاجأة ممكن تحصل في أي وقت. وعشان كده أول قسم هنتكلم فيه النهاردة هو عن المبدأ ده بالذات، الأمان قبل الثروة. صدقوني، ده المبدأ اللي لو مش موجود أي خطة مالية هتكون هشة. طيب، يعني إيه أمان مالي؟ إيه هو التعريف بتاعه؟ بصوا، الموضوع أبسط من التعقيدات. الأمان المالي هو إن الواحد يبني حياته المالية بطريقة تخليه يعرف ينام بالليل وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي، من غير قلق من بكرة، من غير خوف من المجهول. تمام، بما إننا فهمنا المبدأ، تعالوا ندخل على الجانب العملي. هنتكلم عن أول وأهم شبكة أمان لازم أي حد يبنيها. دي الخطوة الأولى الفعلية عشان نأمن مستقبلنا المالي. أهم خطوة على الإطلاق، وبقولها وأنا واثق، هي إن الواحد يعمل حاجة اسمها صندوق الطوارئ. ودي يا جماعة مش رفاهية ولا دلع، دي ضرورة قصوى مفيش أي بديل ليها. طيب إيه هو صندوق الطوارئ ده؟ بصوا، هو ليه قواعد بسيطة وواضحة. دي فلوس بتتشال على جنب، وطبعا الأفضل تكون في مكان نعرف نوصلها بسهولة، زي حساب توفير مثلا. المهم بقى، الفلوس دي ليها هدف واحد بس. دي مش للاستثمار، ومش عشان نشتري بيها حاجة نفسنا فيها. دي مخصصة، وبكرر، مخصصة بس للأزمات اللي بتيجي فجأة. طيب حجمه يبقى قد ايه الصندوق ده؟ القاعدة الذهبية اللي أغلب الخبراء بيتفقوا عليها بتقول إنه لازم يغطي مصاريف المعيشة الأساسية لفترة من 3 ل 6 شهور. المبلغ ده هو اللي بيدي الواحد مساحة يتنفس فيها لو حصلت أي أزمة وما يضطرش ياخد قرارات متسرعة. وفايدة الصندوق ده يعني مش محتاجة كلام، هو ده الضمان الحقيقي إن أي ظرف مفاجئ مش هيكسرنا. والأهم من كده كمان إنه بيحمينا من إننا نضطر نبيع أصولنا أو استثماراتنا بخسارة عشان بس نسدد مصاريف طارئة. تمام، خلصنا صندوق الطوارئ. ندخل على الركن الثاني في بناء الأمان المالي بتاعنا، وهو قاعدة حماية رأس المال. وهنا بقى العقلية لازم تتغير تماما. بدل ما بنجري ورا المكسب وبس، لازم نفكر الأول في إدارة المخاطر. للأسف الشديد ناس كتير قوي بتنبهر بالأرباح العالية وبتجري وراها، بس بينسوا تماما يسألوا نفسهم سؤال أهم بكتير: طيب أنا ممكن أخسر كام في الحكاية دي؟ مجرد تجاهل السؤال ده هو أول خطوة في طريق أي كارثة مالية. وهنا بتيجي القاعدة الذهبية اللي لازم تبقى محفورة في دماغ أي مستثمر: احمي رأس مالك الأول، المكسب ده هيجي بعدين. صدقوني إن الواحد يحافظ على اللي معاه أهم 1000 مرة من إنه يجري ورا اللي ممكن يكسبه. طيب نعمل كده ازاي عمليا؟ في كام مبدأ بسيط لإدارة المخاطر. أول حاجة، اوعى تستثمر في حاجة مش فاهمها كويس قوي. تاني حاجة، الفلوس اللي ممكن تحتاجها على المدى القصير ما ينفعش أبدا تدخل بيها في استثمار طويل الأجل. وتالت حاجة، ودي بديهية بس الناس كتير بتقع فيها، اوعى تحط البيت كله في سلة واحدة، يعني بلاش تراهن بكل حاجة على استثمار واحد بس. ممتاز. دلوقتي خلينا نروح للعناصر اللي بتحول الوضع المالي من مجرد كوخ ممكن أي شوية هوا يوقعوه لقلعة وحصن منيع. والعنصرين دول هما تنويع الدخل والسيولة. تعالوا نقارن بين حالتين عشان الصورة توضح. الحالة الأولى القلق المستمر، دي حالة الشخص اللي معتمد على مصدر دخل واحد بس، وكل فلوسه مجمدة في استثمارات مش عارف يوصلها بسهولة. الحالة التانية بقى النوم الهادي والمريح، وده شخص عنده أكتر من مصدر دخل وعنده سيولة متاحة يقدر يستخدمها ومش معتمد على شغلانة واحدة أو عميل واحد. ولازم نأكد على أهمية السيولة، اللي هي ببساطة وجود كاش نقدر نوصله بسرعة. أهميتها مش بس للطوارئ على فكرة، السيولة بتدي الواحد القدرة إنه يستغل أي فرصة استثمارية حلوة تظهر فجأة، وطبعاً بتخلي التعامل مع أي أزمة أسهل بكتير، وفي النهاية هي اللي بتجيب راحة البال الحقيقية. كده وصلنا لآخر قسم معنا،
وهو في رأيي أهم حاجة في الموضوع كله، العقلية نفسها. إزاي نغير طريقة تفكيرنا عشان نحقق نجاح مالي يستمر مش مجرد ضربة حظ. في فكرة غلط عند ناس كتير إن الحرية المالية دي سباق سرعة أو ضربة حظ بتيجي مرة واحدة. الحقيقة إن دي مجرد أوهام، والواحد لو صدقها هياخد قرارات ممكن تدمر مستقبله المالي كله. الطريق الصح، الطريق اللي بيجيب نجاح حقيقي وبيستمر، ليه 3 أعمدة أساسية. أولاً، خطوات ثابتة ومستمرة حتى لو صغيرة. تانياً، قرارات بتتاخذ بهدوء وعقلانية بعيد عن الطمع أو الخوف. ثالثاً، يبقى عندنا دايماً نظرة طويلة المدى، مش بس بندور على مكسب سريع وخلاص. وخلوا الحكمة دي دايما في بالكم، اللي بيكسب بسرعة غالبا بيخسر أسرع، إنما اللي بيمشي صح وبيلعبها بأمان هو ده اللي بيكسب على المدى الطويل، والأهم بيعرف يحافظ على اللي كسبه. وفي الآخر لو كل الكلام اللي قلناه ده حاسين إنه كتير أو صعب، خلونا نركز على خطوة واحدة بس، خطوة واحدة نقدر كلنا نبدأ فيها من النهاردة، خطوة بسيطة لكن تأثيرها ممكن يغير كل حاجة، وهي ابدأوا تجهزوا صندوق الطوارئ بتاعكم. دي أول وأهم خطوة عملية في طريق الأمان البالي الحقيقي والمستدام.